ازيكم؟ لو عندك لفة جلاش وشوية جبنة تعالي نعمل مع بعض أحلى كرواسون بالجبنة. التلات ورقات الجلاش خليهم لازقين في بعض، وبعدين اشتغلي في جنب جنب. خدي الجنب الأولاني افتحي ما بين الورق كده وادهني بالتشريبة اللي هقولك عليها، وبعدين روحي للناحية التانية وادهني برضو بالتشريبة بنفس الطريقة كده، هتتحكمي في الورق أكتر. بعد ما خلصنا بقى الدهن كده هنبدأ نحط الجبنة. حطي أي نوع جبنة تحبيه، جبنة فيتا، جبنة كريمي، وبعدين حطيت جبنة شيدر بالشكل ده. واتني بقى كده واقطعي. انا قطعت اول نوع اتنين بس، اول ورقة اتنين، الاتنين طلعوا بالمقاس ده. عملت بقى واحدة تانية حطيت فيها جبنة سادة بس من غير شيدر وقطعتها بالشكل ده تلاتة. وعايزة رأيي التقطيع على تلاتة أحلى بكتير، شكله أحلى وأظبط كده وهيقطع معاكي كمية أكتر. دهنته بقى الوش بالسمنة بس، ورشيت حبة البركة، لو عندك سمسم كمان حطي. ودخليه الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، ما أخدش حوالي ربع ساعة وطلع بالجمال ده بألف هنا.